تعالى نرجع بالزمن آلاف السنين لورا في وقت البلد ما كانتش على وضعها خالص. مصر كانت تحت تهديد ناس غريبة جاية من بره الحدود. الهكسوس دول قبائل آسيوية جت من الشام وفلسطين، واللي دخلوا مصر واحدة واحدة لحد ما سيطروا على جزء كبير من الوجه البحري. الهكسوس كانوا مختلفين عن المصريين، لبسهم وسلاحهم وعربياتهم الحربية اللي المصريين ما كانوش يعرفوها، وده كان جزء واحد من أسرار قوتهم. المصريين كانوا بيعتمدوا على المشاة والأسلحة التقليدية، لكن الهكسوس دخلوا بالعجلات الحربية اللي بتجري بسرعة وبتديهم أفضلية رهيبة في المعارك، وعشان كده قدروا يسيطروا بسرعة. لكن المصريين عمرهم ما استسلموا. الوجه القبلي فضل في إيد ملوك مصريين من طيبة. البداية كانت عند الملك سقننراع اللي قال ما ينفعش بلدنا تفضل مقسومة نصين، وبدأ يحاربهم لكن اتقتل في المعركة، وده اتكشف لما لقوا موميته وعليها جروح وضربات في الجمجمة، وده دليل انه اتقتل في المعركة ضد الهكسوس. وبعده جه ابنه كاموس قرر يكمل الطريق ودخل في معارك كتير مع الهكسوس، لكن للأسف عمره ما كانش طويل ومات هو كمان قبل ما يكمل التحرير. وهنا جه الدور على أحمس ابن سقننراع وأخو كاموس. أحمس كان صغير وقت ما أخوه مات، لكنه اتربى على فكرة واحدة، لازم نحرر مصر. أحمس من وهو صغير اتعلم فنون القتال، ركب الخيل واتدرب على السلاح ودرس خطط العدو، ولما كبر بقى قائد عسكري من الطراز الأول. أحمس ما دخلش الحرب كده من غير استعداد، هو كان عارف ان الهكسوس متفوقين بالعجلات الحربية، فبدأ يطور الجيش. المصريين لأول مرة يتعلموا صناعة العربيات الحربية ويستخدموها، كمان طوروا الأسلحة والخطط. الجيش اتغير بقيادة أحمس وبقى جاهز للمواجهة. المعارك بدأت وأحمس ضرب الهكسوس في أكتر من معركة. واحدة من أهم المعارك كانت عند مدينة أواريس عاصمة الهكسوس في شرق الدلتا. المعركة كانت عنيفة جدا، لكن أحمس كان مصمم وبدأ خطوة بخطوة يضيق الخناق عليهم. الهكسوس حاولوا يستميتوا في الدفاع، لكن المصريين بقيادة أحمس كانوا زي الطوفان، وفي الآخر قدر يدخل أواريس وينتصر عليهم. لكن أحمس موقفش هنا، هو كان فاهم إنه لو سابهم يهربوا ممكن يرجعوا تاني، عشان كده طاردهم لحد فلسطين وسوريا وفضل وراهم لحد ما قضى عليهم تماما ومنعهم من أي محاولة للرجوع. وبكده أحمس نجح في أهم إنجاز عسكري في تاريخ مصر القديمة، طرد الهكسوس وحرر مصر. البلد رجعت للمصريين ورجعت الهيبة. مش بس كده، بعد ما خلص الحروب بدأ يبني مصر من جديد، نظم الجيش وخلى عندنا قوة عسكرية عظيمة، وبدأ يعيد بناء المعابد واهتم بالدين ورجع الاستقرار. الناس حست بالأمان لأول مرة بعد سنين من الاحتلال والفوضى، ومن هنا بدأ عصر جديد في تاريخ مصر، الدولة الحديثة اللي اتعرفت إنها عصر القوة والانتصارات. وده كله بدأ من عند أحمس البطل اللي خرج مصر من الظلام ورجعها للنور. أحمس فضل رمز للبطولة والكرامة، ولحد النهاردة المصريين بيفتكروا اسمه بفخر.